مرحبا بكم في قناة English Edge. النهاردة عندنا درس مهم جدا لكل اللي بيتعلموا اللغة الإنجليزية، وهو عبارة عن تكوين الجملة. تكوين الجملة هو أساس أي لغة. هنعرف مع بعض إزاي نركب جمل بسيطة بشكل صحيح، وإزاي نحولها لجمل منفية أو استفهامية. خليك معايا خطوة بخطوة وهتلاقي الموضوع أسهل مما كنت تتوقع. أول حاجة هناخدها مع بعض وهي القاعدة العامة لتكوين الجملة في اللغة الإنجليزية. عندي الجملة في اللغة الإنجليزية بتتكون من 3 عناصر أساسية، وهما الفاعل subject، الفعل verb، المفعول به الأوبجكت. الفاعل هو الشخص الذي يقوم بالفعل، والفعل هو اللي بيقوم به الفاعل، والمفعول به هو من وقع عليه الفعل. دول هما ال3 عناصر الأساسية في تكوين اللغة الإنجليزية. كالعادة هناخد مثال مع بعض علشان توضح الصورة بشكل أكبر. She eats an apple. هي تأكل تفاحة. She وهو الفاعل، eats وهو الفعل، an apple وهو المفعول. وكده جملة إنجليزية كونتها بال3 عناصر الأساسية اللي هما الفاعل والفعل والمفعول به. هناخد مع بعض الجمل البسيطة، والجمل البسيطة في اللغة الإنجليزية بتتكون من فاعل وفعل وأحيانا مفعول به، ودي أبسط أنواع الجمل. ناخد مثال على كده. I play، أنا ألعب. هنا الجملة اتكونت معايا من فاعل I وفعل play بس على كده. عندي جملة تانية they read books، هم يقرؤون كتب. هنا عندنا الفاعل they والفعل read ومفعول به books. ده نموذج للجملة اللي تكون فيها فاعل وفعل ومفعول به. بعدين هناخد مع بعض الجمل المثبتة والجمل المنفية. الجملة المثبتة هي الجمل اللي بتعبر عن حاجة إيجابية أو بتؤكد حدوث شيء، والجملة المنفية هي العكس، هي اللي بتنفي حدوث شيء. عشان نخلي الجملة منفية في اللغة الإنجليزية بنضيف نوت بعد الفعل المساعد على طول. هناخد مع بعض أمثلة للجملة المثبتة، وبعدين هناخد نفس الجملة في صيغة النفي علشان نفهم. أول حاجة معايا he is happy. هنا الجملة بتعبر عن حقيقة مثبتة، هو بيكون سعيد. علشان أنفيها هحط not بعد الفعل المساعد is، هتبقى he is not happy، كده معناها هو لا يكون سعيد. بعدين هناخد مع بعض الجمل الاستفهامية أو السؤال بصيغة أخرى، وده أخدناه قبل كده في الفيديو اللي فات، ولكن هنراجع عليه دلوقتي مع بعض. الجمل الاستفهامية لتكوين سؤال في اللغة الإنجليزية غالبا بنبدأ الجملة بتاعتنا بفعل مساعد، سواء الفعل المساعد ده كان is are do does have، ثم الفاعل وبعدين بقية الجملة. أول مثال معانا are you coming؟ هل أنت قادم؟ هنا بدأت الجملة بتاعتي بفعل مساعد are، وبعدين الفاعل you، وبعدين الفعل بتاعي coming. المثال الثاني معاي do they play football؟ هل هم يلعبون كرة القدم؟ بدأت الجملة بتاعتي بشكل طبيعي، فعل مساعد do وبعدين الفاعل they وبعدين الفعل بتاعي play وبعدين باقي الجملة football. وده كان الجملة الاستفهامية. بعدين هناخد مع بعض آخر شكل في أشكال تكوين الجمل، وهي الجملة المركبة. الجمل المركبة من اسمها كده هي جمل بتتكون من جملتين بسيطتين أو أكثر، وعادة بيتم ربطهم باستخدام الروابط، زي مثلا but and or. but يعني لكن، and اللي هو الحرف العطف و or اللي هو أو. بعدين هنبقى ناخد الروابط بالتفصيل في فيديو لوحدها كده، بس أنا دلوقتي بحاول أشرح لك تكوين الجمل بشكل عام. هناخد أمثلة مع بعض علشان نفهم الصورة توضح بشكل أكتر. She studies hard and she gets good grades. تذاكر بجد وبتحصل على درجات جيدة. دول جملتين بسيطتين، وأنا ربطت ما بينهم بحرف العطف اللي هو في النص معايا and. الجملة التانية معايا I want to go out but it's raining. أريد أن أذهب للخارج ولكنها تمطر. جملتين وربطت ببط. كده عرفنا مع بعض إن الجمل المركبة أكثر من جملة وربطنا ما بينهم بأدوات الربط. كان درسنا النهاردة عن تكوين الجملة في اللغة الإنجليزية. أتمنى تكونوا استفدتوا وفهمتوا الطريقة الصحيحة لتكوين الجمل، سواء كانت مثبتة أو منفية أو استفهامية. لو عندكم أي أسئلة ومحتاجين توضيح أكتر اكتبوا لي في التعليقات وهرد عليكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو استفدتوا، وتشتركوا في القناة وتشاركوا القناة مع أصحابكم. أشوفكم في الدرس الجاي. سلام.